في حاجة بتحصل يا جماعة من مصطفى غربال اتجاه النادي الأهلي مش مفهومة خالص. مصطفى غربال لما بيحكم أي مباراة للنادي الأهلي من بعد نهائي القرن دايما بيحاول يثبت إن أنا ما جاملتش النادي الأهلي في نهائي القرن. دايما بيحاول يثبت إن أنا ما ظلمتش الزمالك في نهائي القرن بإنه يتحامل جدا على النادي الأهلي بدون داعي. يا جماعة، الحملة اللي اتعملت على مصطفى غربال إن هو ظلم الزمالك وما حسبلوش ضربة جزاء هي اساسا مش صحيحه. للاسف نجحت وللاسف اتاثر بيها مصطفى غربال لغايه ما بقى كل ماتش بيحكمه للنادي الاهلي لازم يكون متحامل جدا على النادي الاهلي علشان يحاول يثبت ان انا ما جاملتش النادي الاهلي في نهائي القرن وان النادي الاهلي بعامله كباقي الانديه. واضح يا جماعه ان احنا الاحتفال الزياده بمصطفى غربال من جمهور النادي الاهلي اثر على قرارات مصطفى غربال في الملعب اتجاه النادي الاهلي في المباريات اللي بقى يحكمها للنادي الاهلي، للدرجه اللي وصلت ان هو اي مباراه حاليا بيحكمها للنادي الاهلي لازم يكون متحامل جدا على النادي الاهلي. مش هقول لك ان هو عمل اخطاء كارثيه في مباراه الترجي، ولكن كان مكتف النادي الاهلي بشكل كبير، كان بيحسب فاولات على النادي الاهلي ملهاش اي اساس من الصحه، كان بيحاول يقرب الترجي لمنطقه جزاء النادي الاهلي عن طريق الفاولات باي طريقه ممكنه. يا جماعه، ده في فاول في الشوط الثاني حسبه على اكرم توفيق، اكرم توفيق اصلا ما لمس اللاعب وقع واكرم توفيق ما لمسوش اصلا. اللاعب وقع نفسه واكرم توفيق ما لمسوش. لقينا مصطفى غربال بيصفر فاول للترجي على حدود منطقه الجزاء. هو في كده يا جماعه؟ وبعدين في بدايه المباراه خالص يا جماعه لعيبه الترجي كانت بتخش بمنتهى الخشونه على لعيبه النادي الاهلي، دخلوا بقوه جامده جدا على علي معلول وعلى امام عاشور علشان هم عارفين كويس ان دول مفاتيح لعب النادي الاهلي. وكانت النتيجه اصابه علي معلول لفتره طويله وغيابه لفتره طويله جدا عن النادي الاهلي، وطبعا مش هيلعب لقاء العوده. وامام عاشور برضو دخلوا فيه جامد جدا، والحكم للاسف ما كانش بيوفر اي حمايه للاعيبه النادي الاهلي، وسايب لعيبه الترجي بتضرب لعيبه الاهلي بدون اي مشكله وبدون اي كروت صفراء بتطلع. وفي كوره كمان يا جماعه اكرم توفيق اتضرب في وشه ضربه في وشه وطرد مباشر المفروض يتحسب على لاعب الترجي التونسي. الحكم اصلا ما حسبش فاول لاكرم توفيق. للاسف الحمله اللي عملوها الزملكاويه قبل المباراه ان هم يقولوا على مصطفى غربال ان هو جامل النادي الاهلي في نهائي القرن نجحت في التاثير على قرارات مصطفى غربال اثناء المباراه وفي تكحيمه للنادي الاهلي اثناء اللعب وفي عدم اعطاء النادي الاهلي حقه وعدم حمايه لاعيبه النادي الاهلي، وكانت النتيجه للاسف اصابه علي معلول. اداء سيء جدا من مصطفى غربال. واضح ان احنا لازم نركز معاك الفتره اللي جايه، واضح ان احنا اديناك حجم اكبر من حجمك بكتير لما احتفلنا بيك على ادائك الجميل في نهائي القرن. فاحنا لازم كجمهور اهلي نبطل اشاده خالص على السوشيال ميديا بمصطفى غربال ونعامله كاي حكم عادي، بل كمان اقل من العادي. السلام عليكم.